أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل عليكم جميعا، يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم انصر إخواننا وأمدهم بمدد من عندك، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك وأعداء الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. حلقة لخبطيطة، الدنيا خربانة من هنا ومن هنا ومن هنا، وإشاعات هنا وحقائق هنا، وكلام فارغ من ناحية وكلام معقول من ناحية. يعني حلقة مهمة جدا يا جماعة، ما تنساش تعمل اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك. وقبل ما نبتدي الحلقة، ألف رحمة ونور عليك يا أمح، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي، وربنا يصبر أهلك ويسكنك فسيح جناته بمشيئة الرحمن. هو كده، هي كده الدنيا. وعلميا يا جماعة، الناس الجمال اللي زي أمح دول بيبقوا وش خير في البيت. الناس الجمال اللي زي أمح دول ما بيعمروش، يعني 25-30 لما يبقى يعني معمر، يعني ده بالنسبة لهم هو ده السن بتاعهم. ربنا صبر أهله، كان شاب جميل وشاب محبوب، لكن ما يغلاش على اللي خلقه، رحمة الله عليه. بصوا يا جماعة، احنا أهلاوية قبل ما نتكلم في أي حاجة، ما بنحاولش نخبط في الإدارة بتاعتنا، لكن الإدارة بتاعتنا لما تخبط مش عايزين تطبيل، مش عايزين بقى تطبيل من الأهلاوية اللي موجودين في القناة، وإنك أنت تلبس الجمهور أي نصيبة. يعني ما ينفعش، لأن لا الزمالك عايز يدفع الفلوس اللي عليه للناس ولا حقوق الناس، وعايز يدمر لاعب عشان هو قال له خلاص انت مش قادر، انت مش قادر تدفع له، انت مش قادر تدفع له، وعايز ينتقم من اللاعب ومش عايز يدفع حقوق حد. بلطجه في بلطجه في بلطجه. ولا الاهلي عايز يعترف بخطأه. احنا مش انا يعني الراجل اللي هو التوت فروت، ولا الراجل اللي هو يعني ماشي على الصراط المستقيم. كلنا بنغلط، لكن لما تيجي تغلط ما تجيش تقول لي انك انت مش غلطان. يعني كابتن احمد شوبير عامل زي استاذ عادل القيعي، طالع برضه يقول لك انتوا الجمهور هو اللي غلطان، تضربوه بالازاز. هي الازازتين دي هي السبب في، ما انتوا لو مشيناه تقولوا صعبان عليه. صعبان عليه؟ مين قال لك ان هو صعبان علينا؟ يعني هو صعبان عليا اجوزه بنتي؟ انا مش فاهم يعني ايه صعبان عليا. يعني عشره وعيش وملح، لكن هو راجل فاشل، مال ده ومال ده. وبعدين العقد ده اتعمل عشان كان معروض عليه 9 مليون دولار في السعودية. طب ماشي، ما يمشي يا عم، معروض عليه 9 مليون دولار يمشي، لكن البسه هو معنى ان هو عشان معروض عليه ان انا البسه؟ طب ما هو كده اي واحد بقى عايز يكرهك في عيشتك وانت عامل له عقد 3-4 سنين وهو عايز ياخده، خلاص بقى يستهبل ويلبسك في الحيط ويخسرك مباريات وبطولات وبتاع مش عارف، فانت تروح دافع. ما يمشي هو، ولا كان اول واحد ولا اخر واحد عشان انك انت تمسك فيه، عشان عنده عقود. وما تجيبهاش في الجمهور، وما تقولش ان الاداره مش غلطانه. لا، الاداره غلطانه، الاداره غلطانه، وفتحت علينا ابواب. يعني ما انت فاهم، انت فاهم المتربصين. وبعدين الناس دي ما تشمتش فينا ومش عارف ايه وما ينفع. لا تشمت، لا احنا بنشمت فيهم. احنا بنتكلم الصح. الكلام ده لو هم عندهم، احنا كنا زماننا دلوقتي بنشمت فيهم يا كابتن شوبير. هنكذب ليه على، وانت كنت هتطلع تلقح برضه في الكلام ده. وايه هو احنا بقى بنكذب على نفسنا؟ ولا هو احنا المدينه الفاضله ما نشمتش؟ لا بنشمت، وبنشمت فيهم هم بالذات، واي غلطه بنمسكها لهم. يبقى هم من حقهم برضه يمسكوا لنا الغلطه. اصل غلطه في 3.5 مليون، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في اكتر من داخل في 180 مليون جنيه مصري. ازاي؟ وبعدين الحجه ان المحامي بتاع الاهلي جايبين محامي وسيط بين الاثنين، وانتوا فين الترجمه؟ فين الترجمه بتاعت العقد؟ انتوا مش فاهمين انتوا ماضيين على ايه؟ دلوقتي اشرف صبحي بيتكلم عن اللعب المالي النظيف وتكوين لجان للتفتيش على الانديه، وممكن الموضوع يوصل للحبس. الله الله الله، سياده الوزير، ده انت يعني احنا بنتكلم على اللعب المالي النظيف بقالنا 6 7 8 10 سنين. ها دلوقتي عشان زيزو
عشان زيزو بعد الاهلي بقى دلوقتي ما خده خلاص بتتكلم عن اللعب المالي النظيف. طب امال ما اتكلمتش عن اللعب المالي النظيف ليه والزمالك عارض عليه 80 مليون؟ طب ما اتكلمتش ليه لما امين الصندوق طلع مع احمد حسن والفيديو ده اتشال؟ وقول لي ليه اتشال؟ وطلع قال لك احنا وفرنا مليار جنيه عشان ندفع الغرامات. وفرنا منين؟ اتشال الفيديو ده، الفيديو ده اتشال، لو دورت عليه في اليوتيوب ما تلاقيهوش. ليه بقى؟ ليه اتشال؟ وبعدين فين المليار ده؟ جابوه منين؟ واتصرف في ايه؟ وايه مدخلاتهم؟ يعني قول لي ايه مدخلهم؟ اذا كان كابتن احمد سليمان قال ان البطوله الافريقيه بتاعت الكاف دي المواصلات والمروح والمجي والطيران الخاص صرف اكتر من اللي جه، وطبعا نص الغرامه اتخصمت بسبب الهرج والمرج في يعني ما فيش فلوس دخلت، ما فيش فلوس دخلت الزمالك في المليار ده. كان فين الكلام بقى على اللعب المالي النظيف؟ ها؟ عرفت يا كابتن احمد شوبير انتوا فتحتوا باب لمين؟ ان اتفاق دلوقتي، وخاصه امبارح يا جماعه الراجل كولر لما طلع واتكلم وقال كل شيء بدايه ونهايه وايام جميله ومش ايام جميله، في كلام ان الموضوع يهدى شويه، يعني ما ياخدش السنه وشهرين. ولو قفلت خالص كده، اللي هيدفع الفرق واحد محب من محبين النادي الاهلي، يعني الاهلي مش هيدفع غير الشهرين. وبعدين يا سياده الوزير تعالى فتش كده، هات اللجان وفتش ودور في الاهلي الاول، عشان ابتدى دلوقتي الكلام على الغسيل والنشير وبتاع ومش عارف ايه. واحنا مهما نتكلم الناس دي مش عايزه تفهم، الناس دي مقرره. يعني انت تيجي تقول لهم مدخولات الاهلي كذا 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 كذا، لما طلع عضو مجلس الاداره قال لك انا عندي عجز في الدولار، لكن عندي فائض في المصري، عندي عجز. والدليل لما اتكلم وقال يا سياده الوزير احنا بنقول لك ساعدنا في تغيير العمله، يعني السيوله كانت موجوده، ان الاهلي بقى بيحلها ده شيء تاني، لكن السيوله موجوده. انا مش شحات زي الزمالك اللي دلوقتي نادي النصر رفع عليه قضيه بسبب شيكات ب1,200,000 جنيه، 1,200,000. نادي الزمالك عليه حقوق لاعبين لنادي النصر 1,200,000 راحوا بالشيكات ما لقوش فيه رصيد. 1,200,000 جنيه مصري. نادي الزمالك اللي بيتكلموا على اللعب المالي النظيف ما عندهمش 1,200,000 في البنك. فضيحه، ومش عايزين يدوا فلوس الناس، وعايزين ياكلوا فلوس الناس، وعايزين يرفعوا قضيه في المحكمه الدوليه وبيتفقوا مع بيراميدز ضد الاهلي عشان النهائي يبقى يوم 5/6 او 6/6. عايز يريح بيراميدز، يعني يجي على نفسه ويريح بيراميدز عشان ياخد منه البطوله، قصاد ان الاهلي ما يستفادش بزيزو. منتهى الغباء. يعني بعد جواب للاتحاد يقول له انا موافق على التأجيل. بيقول لهم انا موافق على التأجيل ليه؟ يعني عشان ابقى اداء الاهلي مش بيراميدز هيرتاح هيفوق لك. لا عادي، مش مشكله تروح. ومش مشكله برضو المباراه بتاعت الدوري، يعني مفهومه، يعني ما هو برضو مباراه الدوري دي مش مشكله. كده يوم ما يتكعبل في مباراه تانية خلاص هيقول لك انا بره. لا احنا دلوقتي عايزين بقى ندي الدوري لبيراميدز. لكن عايز افهمكم على حاجه، احنا بندردش يا جماعه، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك والحركات دي كلها. وما تزعلوش مني، انا اهلاوي لكن ما احبش التطبيل، مش من سمات الاهلاويه التطبيل. ما يطلعش احمد شوبير لما يبقى ليه مزاج لاي كلام زي عادل القيعي يقوله، ولما يبقى ملوش مزاج يروح ملبسه للجمهور. جمهور ايه اللي السبب في الموضوع بتاع كولر ده؟ هو عمل ايه بقى له سنه؟ وانت ليه تلبسنا في 3 سنين؟ ليه؟ ما يمشي ده اي واحد عدى كده من صورة جنب النادي الاهلي خد بطوله. ما تقعدش بقى تحسسني ان هو يعني عمل اللي ما يعمل. انت لو هتتكلم المشكله كلها رأسها سيد عبد الحفيظ، يعني برضه خطأ من الاداره،
نرجع تاني لموضوع الزمالك وزيزو. زيزو يوم واحد، يعني كمان يومين ثلاثة، يوم واحد من حقه يفسخ العقد. ولو حصل تواطؤ، لو حصل كده ايه اي لت وعجب، هيطلع على الاتحاد الدولي ويشتكي الاتحاد المصري، لان انا ليا حقوق، والمفروض ان 15 يوم وافسخ عقدي. ان دي شحات ما دفعليش حاجه، انا معايا العقد اهو اللي فيه المستحقات بالبونص موجود في العقد، وانا شاكيه بقالي دلوقتي 12 يوم، ناقص لي 3 ايام او ناقص لي يومين. يوم واحد اخلص، لا اما تجيبوا لي الفلوس المستحقات اللي موجوده في العقد، لا اما تديني بقى ايه، يبقى من حقي افسخ العقد. اذا حصل بقى وبتاع وهنا ابو ريده وبتاع، هيطلع يشتكي الاتحاد المصري. يعني كده كده الاهلي واخده. بصوا الاهلي دافع فلوس يا جماعه، الفلوس اللي مدفوعه دي مش بالاونطه، زائد انك انت برضو لو لعبت يوم 5 يوم 6 المباراه يوم 14 والتسجيل لحد يوم 10، يعني هتلعبوا المباراه في الامارات بقى، في البحرين، في السعوديه، في القمر، في المريخ. يوم ما هيلعب المباراه او يوم المباراه هيكون هو مسافر. طبعا هو مش هيكون معاكم اكيد، يعني هيكون مسافر، والاهلي هيسجله ده تاني يوم بالليل، يوميها بالليل هيكون مسجله. والراجل بيتدرب، يعني الراجل مش عاجز، الراجل كده كده بيتدرب. هيجي يوم 7 من 7 ل 14 اسبوع هيتمرن له تمرينتين 3 مع اللاعبين، هيفهموا خلاص انتهى الموضوع عادي. الراجل جاهز كده كده هو مع الاهلي. فانتوا تهدوا شويه، انتوا كده كده بتعملوا سواء السيد الوزير سواء نادي الزمالك، كلكم بتحفروا الحفره وانتوا اللي ربنا بيوقعكم فيها. ده باين، يعني باين مفضوحين من يوم ما قال لك برضه حكايه الشيكات المفتوحه. فين يا عم الشيكات؟ 1,200,000 يا عم، ادفع 1,200,000. انتوا مش عايزين تدفعوا حق حد خالص خالص. امال بتبقى رايحين بقى محمد شريف ومش عارف ايه ورمضان صبحي ومش عارف، بتتكلموا مع اني لعيبه ليه وكوتيسا ومش كوتيسا وبوتيسا وسوتيسا وسوسيس وبتاع. انتوا مش عارفين تدفعوا 1,200,000 مصري، وشيكات مفتوحه وشيكات مقفوله، ومليار جبتوه منين ما نعرفش، ويتشال الفيديو ليه ما نعرفش. ودلوقتي في كلام على ابراهيم عادل ماشي والشيبي. يا جماعه ده بيراميدز. انت لما دخلت في سيحه، دخلت في موضوع سيحه اللي هو حارس مرمى حرس الحدود، دخلوا فيه. يعني مش سايب لك سيحه اللي محمد علي بن رمضان دخلوا فيه. محمد علي عايز يلعب للاهلي عشان بس نقفلها، يعني محمد علي عايز يلعب للاهلي، دخلوا فيه. يعني هم مش سايبين لك اي صفقه. سيحه اللي انت لسه متكلم عليه من قيمه يومين 3 عايز حارس المرمى بتاع حرس الحدود، دخلوا فيه. فهو هيدي لك الشيبي وابراهيم عادل، وبعدين انت هتاخده ايه؟ تاخدهم تعمل بيهم ايه؟ تاخدهم تسوقهم له يعني؟ وانت هتاخدهم تسوقهم له؟ الاهلي هياخد اللعيبه دي عشان يسوقهم له؟ بصوا يا جماعه، ده كلام وكيل اللي عرضه على النادي الاهلي، الشيبي وكيله اللي عرض الشيبي على النادي الاهلي ان هو هيحاول يخلص، لان الشيبي هيضغط ان انا عايز العب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. لكن الاهلي ما طلبش. وبعدين واحد طالع لي صحفي كبير يقول لك ان ابراهيم عادل واحد من محبين النادي عرض على بيراميدز 4.5 مليون. طب انا مالي، انا مالي كنادي اهلي؟ واحد عرض 4.5 ولا ما عرضش ولا بتاع، هو بيراميدز محتاج ال 4.5 وهيسيب ابراهيم عادل للاهلي عشان 4.5؟ هيسيبه اذا كان بيتفق مع الزمالك في حاجه ما تخصهوش عشان تبقى ضدك انت بس. فالكلام ما ناخدش الكلام كله يا ابراهيم عادل، وطالعين بقى ايه يوتيوبرز بقى ابراهيم عادل والشيبي للاهلي مجانا كمان مجانا. هيسيب لك 2 لعيبه مجانا. اعلى سعر تسويق ابراهيم عادل عند بيراميدز، ده اعلى سعر تسويق، وبعديه الشيبي. اوعى تقول لي اي حد تاني، الشيبي اعلى تسويقيا من اي محترف ومن اي محترف في مصر. الشيبي احسن باك يمين في مصر،
هيسيبوا لك كده مجانا؟ ها؟ ده لو سابوا لك مجانا يبقى في دماغه حاجه، وانت تاخد اللعيبه تعمل لها ايه بقى؟ تسوقهم له عشان بعد كاس العالم بقى يبيع لك ده ب7 وب8 وب10. هو من امتى بيعمل لمصلحتك عشان انت تعمل لمصلحته؟ من امتى الحدايه بترمي كتاكيت؟ صليت على النبي وعملت لايك. الاهلي والاستعدادات لبتروجيت يا جماعه، التدريبات نار يا حبيبي، نار 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 الى ابعد الحدود. كله عايز يثبت نفسه، كله. وهتشهد تغييرات كبيره جدا جدا، وعوده قفشه وعوده لاعبين كانوا مركونين وممكن يظهر تاني علي معلول ولاعيبه كانت مختفيه، كلها دلوقتي بتحاول تثبت وجودها، سواء للمدرب المصري الحالي او للمدرب الاجنبي اللي هيجي. احنا مش هنقعد نتكلم على الكلام كتير على مدربين يا جماعه. انا مش عايز اقعد اضحك عليكم واقول لكم 3 4 وبعدين يجي واحد شفت انا. احنا اول ناس اتكلمنا على الموضوع بتاع الشرط الجزائي، فاكرين؟ قبل ما اي حد يتكلم قلنا لكم الشرط الجزائي سنه غير الشهرين. لكن مش هنقعد نرغي في المرغي ونقعد نحكي في المحكي. الكلام بتاع المدربين فيه تريث شديد 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 شديد، لدرجه ان هم بيقولوا ان الاهلي هيتراجع عشان ال3.5 مليون بتوع كولر، ممكن كولر يرجع يدرب تاني. والكلام ده كلام فارغ، كلام فارغ. بقول لكم يوم ما تقفل الاهلي رسميا هيدفع الشهرين، واحد من محبين النادي الاهلي هيدفع الباقي، هيدفع له الموسم. خلاص خلصت وانتهينا. لكن هو في كلام على ان الموضوع هيبقى شهرين، من شهرين ل4 ل5، حرب ونار في جتته يعني، حرب ونار في جتته يعني. بصراحه ده انت المفروض من اللي انت عملته، انت ضيعت على الاهلي اكتر من 6-7 مليون دولار. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. انت دمرت الاهلي، انت مسكته كده عروسه فرتكته. من يوم ما عملوا لك البانر في الاستاد، من يوم ما شفت نفسك الغرور ركب اهلك وخربتها. خلاص بقيت انت حسيت انك انت بقى قاعد ومدلدل رجليك. ليه؟ عشان جمهورنا، برضه جمهورنا اللي بيكبر كل واحد كده بالاونطه. ده احنا بنتريق على التانيين عشان بيعملوا كده. ليه تحط له كده في الوجه وهو وبتاع مش عارف ايه وبنحبك يا عم؟ بياخد فلوس يا عم، بياخد فلوس تصرف على اللي قاعدين في الاستاد، وعنده الادوات. ما هو من غير الادوات واللاعبين اللي موجوده اللي موفراهم مجلس الاداره ولا شيء، اذا كانوا هم موجودين معاه ومش نافع. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.